ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنبدأ بنعمل تتبيلة البانيه اللي هو الكفر اللي ما بيفكش. معانا الثوم ومدقوق بفلفل، ومعانا سكر، نص معلقة سكر، نص معلقة ملح، ربع معلقة جنزبيل، بصلاية صغيرة مفرومة، ربع معلقة فلفل أسمر. هنضيف كل الحاجات دي بقى مع بعضها بولة. معانا عصير ليمونتين كبار هنضيفهم على الخليط دوت، وهنضيف عليهم نص كوباية مية وندوبهم كويس. بعدين هنضيف 4 معالق دقيق، وهنبدأ نقلبهم لحد ما يدوبوا خالص. ولو انت عندك بلندر يا ريت تضربي الحاجات دي عشان كلها تنعم، ولو ما عندكيش ممكن تضربيها في الخلاط عادي خالص، عشان خاطر التتبيله بتاعت الدقيق تاخد تدي للفراخ طعم، يبقى كله اتطحن في بعضه. هنبدا نضيف الفراخ بالشكل ده كده، وهنقعدها في التلاجة يعني مش اقل من ساعتين، وممكن نبيتها ليله كامله. هنعمل مكرونة بشاميل بس محشية كبدة فراخ، مش هتبقى مكلفة معانا. تعالوا معايا نعملها. معانا طاسة فيها 4 معالق زيت لحد ما يسخنوا. هننزل ببصلاية كبيرة على حسب كمية الكبدة وكمية المكرونة اللي عندك. وأنا هنا هعمل ربع كيلو كبدة ونص كيلو مكرونة. فحمرنا بس البصل لحد ما بدأت تغير لونها، بس مش أكتر، مش لازم نغمقها يعني. هننزل بالكبدة ونفضل نقلبها، مش هننزل بأي توابل دلوقتي خالص لحد بس ما الكبدة يتغير لونها. معانا بقى التوابل: روزماري، كبيبة صيني، ملح، فلفل، سكر، رشة قرفة. ورشة القرفة دي مهمة جدا ان احنا نحطها على الكبدة عشان ما يبقاش في ريح الزفرة. كده هنبدأ نعمل البشاميل. معانا نص كيلو لبن. هنحط كل الحاجة دي على البارد قبل ما نحطها على البوتاجاز. معانا 3 معالق دقيق. معانا وحدة مرقة هنحطها، وهنحط معلقة سمنة كبيرة، وهنبدأ ندوبهم، ورشة ملح صغيرة، وهنبدأ ندوبهم كويس قبل ما نحطهم على النار. ودي كانت عندي شوربة في التلاجة فأنا زودتها، كانت لسه متجمدة يعني، زودتها كل دوت على البارد. هنقلبهم كويس ونبدأ نحطهم على النار لحد ما يفضل نقلب فيه لحد ما يبقى بالقوام دوت، ما يبقاش أتقل من كده. عشان تاخديها المكرونة تبقى جوسي ما ينفعش نعمل بشاميل أتقل من دوت. نبدأ نحط كمية من تحت نفردها في الصينية، وكده كده احنا هنكون سالقين المكرونة نص سوا. هنحط جزء من البشاميل، وبعد كده هنبدأ نضيفه على صينية المكرونة من تحت، نص المكرونة. وهنضيف الكبدة اللي احنا عملناها نفردها على المكرونة، وبعد كده هنضيف بقية المكرونة اللي معانا. بعد ما خلصنا كمية المكرونة كلها هنجيب بقية البشاميل بتاعنا. هنفضل بقى واحدة واحدة كده ضفناه كله. هنا أنا مش بحب أحط البيض لأن البيض بيبقى زفر، فالزيت بيدي نفس اللون بتاع البيض، فبتحطي بس معلقتين زيت كده وتدخليها الفرن. هتقعد 10 دقايق من تحت، وبعد كده هنولع عليها الشواية. هي مش بتاخد وقت اكتر من كده. هنا بقى هنبدأ نقلي البانيه اللي احنا كنا متبلينه وسايبينه في التلاجة. الخلطة دي الفيجيتار اللي هو الكريسبي، بجيبه بطحنه واحط عليه 3 4 معالق دقيق وملح وفلفل وروزماري، وبقلبهم في بعض، وببدأ اتبل بيهم البانيه، وهقعد اقليه بالشكل ده معانا. وكده شكل البانيه بعد ما خلصناه مقرمش وكريسبي جدا، والكفر مش بيقع منه. وكده صينية المكرونة طلعت معانا وخلصت، وده شكلها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة.